لما يكون السؤال بهل يبقى لازم نجاوب بايه؟ بنعم او لا. ولما يكون السؤال بكم يبقى لازم نجاوب برقم. يعني ما اقولكش انت كسبت فلوس فتقول لي الحمد لله. قد ايه كتير؟ ونعم بالله كتير دول مليون ولا 100 مليون؟ طب 100 مليون جنيه ولا 100 مليون دولار ولا 100 مليون زرار؟ هو ايه اللي كتير؟ اللي مش معروف مش هيتقاس، واللي مش بيتقاس مش بيتطور، واللي مش بيتطور هيموت. يعني ايه؟ يعني انت لو مش عندك ارقام تعرف تقيس عليها، النهارده انا جبت جنيه، بكره انا جبت 3 جنيه، فانا عندي جراس 300%، يبقى انا كده بعرف اقيس. طب انا بقى جبت النهارده الحلو الحمد لله ونعم بالله، وبكره حلو قوي الحمد لله احسن من امبارح ونعم بالله اللي هو كام. يعني انا لما اروح للليفل اللي بعده هيبقى قوي، هيبقى حلو قوي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حلو قوي الحمد لله ونشكر ربنا، حلو قوي الحمد لله واحنا في نعمه، حلو قوي الحمد لله واحنا في فضل، ولا هو ايه؟ فاحنا لازم يكون عندنا ارقام عشان نعرف نقيس ونعرف احنا فين الديفكتس بتاعنا واقفين فين، وبعد ما نعرف نقيس نتطور. عشان احنا لما نقيس ونقول ان احنا بقى عندنا جروس من 100% ل 150%، فنبقى عارفين ان احنا بقى عندنا نمو 50%، فنعرف ان احنا محتاجين نتطور عشان مش ده النمو اللي احنا محتاجينه، فنشتغل على التطور، لان لو ما اشتغلناش على التطور هنموت. فاللي مش بنعرفه وبنميجره بارقام مش هنعرف نقيسه، واللي مش بنعرف نقيسه مش هنعرف نطوره، لان انا ما عنديش المقياس. مش عارف انا زدت 3 سم ولا زدت 4 سم في الطول، مش عارف انا زدت عضل ولا زدت دهون، مش عارف انا زدت ازاي. واللي مش بعرف اقيسه مش هعرف اطوره، واللي مش بعرف اطوره هيموت. يعني انا لو ما عرفتش اقيس ان انا زدت عضل ولا دهون وانا بلعب في الجيم، مش بعرف اقيس ده، فعمري ما هعرف اطور حاجه. ولو ما عرفتش اطور حاجه اللي زدته هينقص لانه مش هيكمل، لاني مش عارفه. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنت سنه تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.